كتير قوي بيجيلنا احساس الندم ان يا ريتني ما قلت الكلام ده وانا غضبان، يا ريتني هديت، يا ريتني ما اتعاملت مع الشخص بالطريقة دي، ما كانش هيبصلي كده او ما كانش هيقدر ما يسامحنيش. فبنوصل لمرحلة ان احنا اوقات كتيرة بنبقى عندنا غضب شديد جدا ما بنعرفش نتحكم فيه. النهاردة هقولك 5 خطوات ازاي تتحكم في غضبك اول لما تحس انك خلاص هتغلط. رقم 1، سيب اي حاجة من ايدك فيها نوع من انواع التواصل مع الشخص ده، موبايل، لابتوب، ايباد، ايا كان. حتى لو قدامك، معلش انا لازم امشي حالا، وسيبه وامشي من غير ما تستنى منه الكلام. ليه؟ لانك هنا بتحاول تكنترول على نفسك. رقم 2، حاول تتنفس، يعني حاول تقعد في مكان تفضل تبريث in and out، تفضل تعمل كده. النفس بيساعدك انك تهدى كتير. 3، انك تحاول تفكر بعيد عن الايجو بتاعك، الانا بتاعتي. دايما اكتر حاجة بنفكر فيها هو ازاي يكلمني بالطريقة دي، ازاي يسمح لنفسه ان هو يقول لي انا كده. لازم نحط الايجو على جنب، نركنه على جنب خالص ونفكر، هل الكلام ده اللي اتقال بيدوس على الايجو عندي، ولا الكلام اللي اتقال ده منطقي، او الكلام ده فيه نقاش ملوش علاقة بالايجو. لان اوقات كتيرة الايجو بيحرضنا وبيخلينا ناخد قرار ضد مصلحتنا اصلا، فبنلاقي نفسنا طلعنا اللي هو انا مش هسمح لك تقول لي كده، انا مش هسمح لك تعمل لي كده. فلازم تركنه على جنب وتشوف الموضوع من بره، هل ليه علاقة بالايجو، انا اللي ماسك الايجو بتاعي، ولا ده ليه علاقة بانه الموقف اتضايقني، او الموقف فعلا الشخص ده ليه حق ان هو يقول كده. 4، ما تقولش كلام وانت متوتر. الكلام اللي احنا ما بنحسبوش بيتحسب علينا، الكلام ما بنعرفش ناخده من ايد الشخص. انا ممكن اخد قلم، ممكن اخد موبايل، ممكن اخد اكل، ممكن اخد كوفي، ممكن اخد اي حاجة من ايد الشخص اللي قدامي، الا الكلام ما ينفعش يترد، لان لسانك حصانك، ان صنت صانك وان هنت هانك. فما تحاولش تتفوه بكلمة فيها كلام ممكن يكون بيأذي الشخص وانت مش واعي لده، لانك بتكون متوتر او مش في الحالة الكاملة بتاعتك من الوعي. اما اخر نقطة، ما تردش وما تاخدش قرار وما تتفوهش بكلمة الا لما تتأكد انك هديت خالص. ولو انت شخص بايدك انك ممكن تنام وتهدى علشان العقل يهدى، الجسم يرتاح، وبعد كده تقرر الصبح اعمل ده. يعني لو انت مثلا تقوله تعالى نقفل الموضوع لحد هنا، تصبح على خير ونكمل الصبح، اوكي. علشان اوقات كتيرة لما بيكون في غضب، انا حتى لو قعدت ساعتين هادي برضو ما بكونش وصلت للمرحلة دي. فاقول مثلا نكمل كلامنا الصبح، او انا هقولك القرار الصبح بس مش هاخده دلوقتي لاني مش واعي انا ممكن اقول ايه دلوقتي، لاني مش في احسن حالاتي. فبتدي لنفسك مساحة كاملة انك تعمل كده، لان لو الخناقة كبيرة قوي واصلة تو ذا بيك، انت القرار اللي انت ممكن تاخده ممكن تندم عليه بعدين. فاهدى، معاك 5 خطوات تقدر تستخدمهم في اي حاجة ممكن تغضبك.